ابنك بيعيط ومش عارفه تهديه، خليني بقى اقول لك على حاجات مهمه ممكن تكون هي السبب في كل الدوشه دي. اول حاجه بقى، ما تقعديش بقى ترضعيه كل ما يعيط، عشان لو سبب مغص فكل مره بيرضع فيها اللبن بيزيد والمغص بيزيد، فبتدخلي في دايره احنا في غنى عنها. تاني حاجه بقى، خدي بالك من اكل، ابعدي عن الموالح والمسبكات والحاجات اللي فيها كافيين، لان كل ده بيوصل له عن طريق اللبن. كرعيه بعد كل رضع عشان الهواء ما يتجمعش في بطنه والغازات تزيد، وما تكتريش اللبس عليه لو الجو مش محتاج عشان ما يتضايقش اكتر، وما تبدليش بقى بين الناحيتين كل شويه في الرضاعه، مش مره يمين ومره شمال، كملي ناحيه من الاول للاخر عشان ما يفضلش ياخد اللبن الامامي بس اللي فيه سكر، والدهون والبروتينات فيه اقل، وسكر كتير يعني غازات كتير. اعملي له مساج كده بسيط على بطنه، وحركي رجله لفوق ولتحت، او حطي بطنه على صدرك، ده بقى بيريحه جدا. ممكن تديله دواء مغص زي الدنتونكس مثلا، بس لازم تطبقي كل اللي قلناه لان الدواء لوحده مش كفايه. وهقول لك على حاجه تانية مهمه، بلاش اعشاب في الشهور الاولى، وخلي بالك المغص ده بيبقى طبيعي اول 3-4 شهور عند الاطفال. الموضوع مش محتاج غير شويه صبر وهدوء وكله بيعدي. ولو محتاجه تطمني اكتر او تسالي على حاجه معينه اكتبي لنا في الكومنتات وهنرد عليك.